النهارده بعد ما شفنا كل الفرق اللي بتلعب في كاس العرب، احب اقول لك يا صديقي ان احنا اقل فرقه بتلعب في كاس العرب، اقسم بالله اقل فرقه. في فرق ما عندهاش منتخبات اساسا، في فرق ما عندهاش منتخبات زي فلسطين، زي سوريا، زي السودان. الناس دي ما عندهمش منتخبات وبيلعبوا احسن مننا، ورحنا نعمل ايه؟ منتخب اول ومنتخب تاني، على اساس بقى ان المنتخب الاول بتاعنا ده منتخب مصنف، وكابتن احمد حسن طالع يقول لنا الناس ما تقلقش ان محمد شريف مش هيمشي وهو قاعد معانا. لا ما تقلقش انت يا كابتن احمد، ده ان شاء الله باذن الله انتوا كلكم راجعين في طياره واحده، فما تقلقش من حاجه زي كده. فايه اللي وصلنا لكده يا جدعان؟ يعني بعد ما كنا منتخب مرعب مش عارف ايه اللي وصلنا لكده، بعد ما الناس كلها كانت بتخاف مننا، بننايم افريقيا من الظهر، واخدين 3 افريقيا 2006 2008 2010، وكل اللي كان بيلعب قصاد مننا كان بياخد على وشه. دلوقتي اصبحنا سمك لبن تمر هندي، اصبحنا لشله المكاتيع وشله المحرقين دول. فانا عايز بس اسال سؤال، بس يعني هو الواحد عايز يسال سؤال صغير، يعني هو المنتخب التاني ده، المنتخب التاني مش المفروض دلوقتي ان انا اشوف فيه لعيبه جديده؟ اشوف محمد عبد الله، اشوف حمزه عبد الكريم، اشوف الواد محمود السيد، اشوف حسام عبد المجيد، اشوف اسمه ايه صابر بتاع بيراميدز دوا، اشوف ناس جديده. انما انا دلوقتي هم اللي بيلعبوا في الكبار، وهم اللي بيلعبوا في الصغار. ما هم كانوا نفعوا يعني في الكبار، او كانوا بينفعوا في المنتخب الاول، ما نفعوش. انت ليه تبليني بيهم؟ يعني بعد ما الدنيا كلها كانت بتخاف مني، دلوقتي انت اصبحت دلوقتي ان احنا ملطشه. انت اقل منتخب في البطوله كلها، انت اقل منتخب في البطوله كلها. فايه اللي وصلنا لكده يا جدعان؟ مش عارف. يعني انا اقسم بالله ما اعرف ايه اللي وصلنا لكده. فلسطين يا جدع انت ما عندهاش دوري، بيلموا بعضيهم قبل الدوري قبل البطوله ب 10 ايام، ب 20 يوم، ويروحوا يقولوا والله هنلعب. السودان نفس النظام، سوريا نفس النظام. انما انت بسم الله ما شاء الله حاجه فله، يعني حاجه ما يعلم بالله ربنا. الكوره ايه اللي وصلها لكده؟ انا ما اعرفش. الكوره ايه اللي وصلها عندنا لكده؟ انا مش فاهم. يعني انا مش فاهم قسما بالله ايه اللي وصلنا اساسا للمرحله دي. مرحله متدنيه جدا من المستوى، وكده كده احنا هنرجع، وكده كده برضو المنتخب الاول مش هيعمل اي حاجه، هيروح المغرب وهيرجع زي ما هو، هيروح المغرب ويرجع العشاء، زي ما الكومنتات الكتير التريقه اللي بتحصل دي. فالمنتخب الاول او المنتخب الثاني الاثنين كده كده مش نافعين، فكان من باب اولى ان احنا نطلع جيل نسند عليه من اول 17 ونبتدي بيه بقى نطلع بيه لحد ما يطلع لحد الكبار. انما احنا بسم الله ما شاء الله الوسايط والمحسوبيه بقت عندنا اكتر من صباح الخير يا مصر.